بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، الأرنبة دي اللي هي هاي بلس اللي صورتها قبل كده من حوالي أسبوع، وكان وزنها حوالي تقريبا 5 كيلو. الأرنبة دي أنا كنت معشرها يوم 15/10، وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا بعشر كذا ارنبه في يوم واحد عشان اعمل عمليه التبني لو الخلفه كتير عند وام تانية الخلفه بتاعتها قليله. النهارده الحمد لله طلعت من شويه، انا بصور دلوقتي الاذان لسه مدن اذان الظهر، لقيت الارنبه الحمد لله ناتفه، وزي ما حضراتكم كده شايفين بسم الله ما شاء الله والده. بص كده حضرتك، اي واحد فيهم الحجم بتاعه قد ايه؟ بص كده لسه والده دلوقتي. شايف الجمال والحلاوه؟ دول تقريبا اهم حوالي، لو عديتهم بسم الله ما شاء الله تبارك الله حوالي 10 اهم. طيب احنا بقى بنعمل ايه لما الارنبه دي بتولد؟ زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ما بديش حقن وما بديش اي حاجه. دي نمره 1. نمره 2، اللي يقول لك عشان تمسك العيال الصغيره لازم تلبس جوانت في ايدك والمحن اللي احنا بنسمعه ده كله، ما فيش الكلام ده. زي ما انت شايف على طول انا بمسك الارانب بايدي وما فيش اي مشكله بالنسبه للام. طيب بعد كده هتعمل ايه حضرتك كل يوم لازم تفتح بيت الولد وتشوف الارانب بنفسك. ربما يكون في ارنب صغير مات فبيعفن، الارانب الصغيره التانيه هيجي لها تسمم او هيجي لها بكتيريا او اي حاجه، زائد ان الام اساسا من الريحه الوحشه هتعرف تخش ترضع الارانب. يبقى يوميا بنشوف لو في ارنب ميت او حاجه. طب تاني حاجه ايه؟ الارانب يا جماعه بتتولد لها سنتين صغيرين، فلما الام ساعات بتخش بترضع الارنب بيمسك في الحلمه بتاعه الام في ساعه صدرها بسنانه، فوهي خارجه بيبقى متشعلق في بطنها فبيترمي في قلب السلك دون. يبقى حضرتك كل يوم هتبص لي كمان على السلك ده تشوف في ارنب واقع او ما فيش ارنب واقع. دي الحاجه اللي حبيت اوضحها. يبقى ما بديش حقن، بتابع الارانب الصغيره، ما بخافش وربنا هيكرم لي. طب امال انت هتعمل ايه للارنبه اللي قاعده غلبانه دي ولسه والده؟ اقول لك هنعمل ايه. هي مش الست لما بتولد بيقولوا اعملوا لها فرخه شامورت ولا تشربوها شويه شوربه ولا كده؟ طب ما الارانب مش هتشرب شوربه ولا هتاكل فرخه ولا هتاكل حاجه. طب امال انت هتعمل لها ايه يا عم عصام؟ بعد اذنك اهي حزمه بقدونس اهي ب1 جنيه كل يوم، بس تنشفها لي في الشمس شويه ما تكونش مبلوله. اهو زي ما انت شايف هتاكل، والبقدونس بيدر اللبن لها وهتبقى كويسه وهترضع، وان شاء الله كله هيبقى خير وتمام. اتمنى ان انا كنت فدتك في الفيديو ده، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله.